بصوت عالي، لا دموع ولا صوت، بس مجرد انت بتكوني متاثره. كيف طبيعه بكاء ديما؟ مرات هيك يعني حسب الوضع ايش راح يصير. اكثر شيء شو بيكون؟ لا يعني صوت. محمد كيف ديما بتعيط بصوت زي هيك؟ ايوه لا لا، لا مش تحضري لا. لما تعيد تصير تحكي عشان هي تشرح. اعطينا محمد، اعطينا مثال كيف ديما بتكون. ديما محمد مثال ديما لما العياط. مثلا لما محمد تبكي ديما. محمد لا لازم اروح على مثل هيك مثلا. اه تخيل. اه كشفتك. والله ما بدي، والله ما زعلت منك انا بدي فكر اروح جديد نيو. تمام. طيب ديما محمد كيف بيبكي؟ ما مش شفته ببكي. معقول؟ لا معقول. والله. انا طيب بسموني الدمعه الصامته. شو هاي؟ صوت مش صوت. كسرت الدنيا. بس حلو على فكره، حلو الواحد يبكي والله، بريح وحياة الله، بطلع اللي جواته. شو احيانا بصير كثير لما مثلا يبكي؟ تزعل من شاب صاحبك، تزعل من اهلك، تزعل من حدا من بتكون اخوانك، من جواك بتكون فيه. من جواك، فبدل ما انت ترد له شيء. مرات حتى الاشتياق، يعني انا بشتاق لاهلي مثلا في الكويت، اللي فتره تمام. طويله مش شايفهم. طبعا بوجه لهم تحيه لماما ولبابا واخواني واخواتي جميعا. فالاشتياق مرات بيخليك خصوصا لما عند الوداع وعند الاستقبال. الاستقبال، فبتحس انه هيك بريح الواحد بريح. ممكن يدمع